جربت تنظف الموتور بتاع عربيتك قبل كده بالهيدروجين؟ لو انت مهتم بالعربيات فانت اكيد سمعت كتير عن الموضوع ده، وسمعت عن ناس كتير بتقولك تعالى هننضف لك الموتور ونرجعه لك زيرو زي الاول ونشيل لك كل بواقي الكربون اللي فيه. الكلام ده بقى صح ولا غلط؟ وليه فايده ولا ملوش؟ كمل بقى معايا الفيديو وانا هقول. انا طارق صلاح وده الجرار. مواتير الاحتراق الداخلي اللي هي بتشتغل بالبنزين اللي هي في كل عربياتنا، جزء من منظومه عملها هو تكوين الكربون. يعني دي حاجه المهندسين وهم بيصمموا العربيه عاملين حسابها، لان طبيعي كده يحصل تكون كربون لما يحصل احتراق للبنزين جوه الموتور، فده مش مشكله ابدا لموتور عربيتك ولا دليل على قله كفاءته، بالعكس. طب المشكلة هنا فين؟ المشكلة ان احنا هنا في مصر وفي اغلب الدول بنشغل العربيات لفترات طويلة جدا اطول من العمر الافتراضي بتاعها، وبالتالي تكوين الكربون بيزيد عن الحد الطبيعي المسموح بيه، وبيبدأ يأثر على موتور العربية ويزود استهلاك البنزين ويقلل كفاءته. فهنا بقى بيجي دور التنظيف من الكربون. طب هل ننظف باستخدام الأجهزة اللي بتركب على مدخل الهواء للموتور اللي هي البوابة بتاعة الموتور يعني، وننظف بقى باستخدام الهيدروجين والمنظفات والكلام ده ولا لا؟ في الحقيقة انا عندي وجهة نظر في الموضوع ده، ومحتاج كل المهندسين اللي بيخالفوني في وجهة النظر دي يشاركوني في الكومنتات ويقولوا لي وجهة نظرهم. انا ضد اي تنظيف غير التنظيف اللي بيتم بشكل يدوي. يعني انا بالنسبة لي انسب طريقة هو ان انت تفك المانيفولد بتاع الموتور وتنظفه وتنظف البلوف بشكل يدوي باستخدام فرش ومواد متخصصة بدون تشغيل الموتور تماما، لان اي تنظيف هيتم والموتور شغال مش هيكون بكفاءة التنظيف اليدوي. وكمان نواتج التنظيف دي هتروح فين؟ ما هي هتخش على غرف الاحتراق وهتخرج مع العادم وهتسد المسام الصغيره جدا بتاعه علبه البيئه، وهتبقى عملت لنفسك مشكله اكبر. فالخلاصه في رايي هو ان تنظيف الموتور من الكربون طالما مش هيتم بشكل يدوي وعند حد متخصص يعرف يفك كويس من غير ما يكسر حاجه ويربط المسامير تاني بالعزم المظبوط بتاعها، يبقى قله التنظيف ده احسن. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، ولو عندك اي تجارب عن تنظيف الموتور بالهيدروجين يا ريت تشاركنا بيها في الكومنتات.